عايزين نفرق بين ان انا حره اقول رايي اللي حضرتك كاتبه او منزله او مصوره، وانا حر مش عاجبني اللي انت بتقوله فدخلت قلت لك ده مش عاجبني باي طريقه، او غيري مش عاجبني هعمل لك بلوك، يا اما هرد عليك رد اوحش من اللي انت قلته فانت هتتضايق فهترد عليا مش هنخلص بقى. فكانه في اي علاقه ما بين اتنين سواء على السوشيال ميديا او في حياتنا العمليه او في حياتنا الشخصيه بيكون في اختلافات ما بيننا. الاختلافات دي بتدار بطريقتين، وجوه المخ بتاعنا ربنا خلق مركزين، في مركز بيدار بيه بطريقه معينه اللي بتتكلمي عليها ديت اللي هي ايه؟ اختلفت معاك فانت هتقول لي كلمه هقول لك انا كلمه، احس بهجوم هاجم عليك. فكانه بحس بالتهديد انك داخل تنتقدني او داخل تتكلم عليا باسلوب مش كويس، فهبتدي اعمل ايه؟ اهجم عليك، رد فعل او هجوم. هجوم. احنا اغلبنا بندير صراعاتنا وخلافاتنا من الجزء دوت اللي هو ايه؟ انت اختلفت معايا انا اختلفت معاك، خبط في بعضينا، الحوار يتطور، البلوك بقى نغلط في بعضينا. حتى في حياتنا العاديه في الشارع او في تعاملاتنا العاديه اغلبنا بيتعامل من الحته ديت. في جزء تاني في المخ اللي هو الفص الجبهي الامامي، ده المسؤول عن اداره الصراع بشكل راقي. ما عنديش مشكله اختلف في رايي، انت قلت رايك وانا قلت رايي، هم في الاول وفي الاخر مجرد راي.